يا مكان كان في زمان، في يوم من أيام رمضان، بنتين صغننين عايشين في قرية جميلة، كانوا بيستمتعوا برمضان على طريقتهم. مدي شوية يا فاتن، مدي شوية، اتأخرنا. الشمس بقت قد كده في السماء اهو، واحنا لسه ما رحناش وما عملناش اي حاجة. هو الكسل بتاعك ده يا فاتن، هو الكسل بتاعك ده اللي على طول مخلينا متأخرين كده. يا منى مالك كده؟ ما تصبري شوية، لسه اليوم قدامنا طويل. هنروح وهنيجي وهنعمل كل حاجة، وكل ده قبل أذان المغرب. هتبقي تقولي اهو فاتن قالت. يا سلام يا سلام يا ست فاتن، ولما بابا بقى يقول لي احنا اتأخرنا كده ليه وما عملناش الشغل اللي ورانا، اقول له ايه؟ اقول له فاتن قالت؟ يا سلام يا سلام، انت كده دايما رايقة، دايما رايقة وعايشة في حتة تانية لوحدك. ايوه عليكي يا منى. طب اقول لك ايه بس؟ طب ما انا كنت بشتغل في البيت على فكرة. هو انت فاكرة ان انا كنت قاعدة؟ ده انا صحيت بدري واكلت الفراخ، وكمان حطيت مية للبقرة بتاعتنا جوه الزريبة، وبعد ده كله رحت عملت عيش عشان الفطار النهاردة، وتقوليلي ان انا رايقة؟ والله ما حد رايق غيرك. يا فاتن، وانت فاكرة ان انت لوحدك بس اللي اشتغلتي في البيت يعني؟ طب ما انا كمان صحيت بدري زيك برضو ونضفت البيت كله. لا وكده بعديها رحت السوق واشتريت الحاجات اللي هنعملها النهاردة على الفطار. طيب خلاص، يبقى احنا الاتنين شاطرين واحنا الاتنين فالحين. لا، ثانية واحدة، أنا سمعت كل الحوار اللي انتوا كنتوا بتقولوه دلوقتي ده. انتوا عملتوا كل ده وانتوا صايمين الصبح؟ ازاي بتجيبوا الطاقة دي منين يا بنات؟ بتجيبوا الطاقة دي منين؟ ده أنا مش قادر أقف مكاني، انتوا ازاي كده نشيطين؟ انا مش قادر اقف مكاني من كتر الهبوط وكتر التعب. انتوا ايه ده يا ساتر؟ ده انتوا مش ممكن خالص، ده انا تعبتلكوا يا جماعة والله. الحقي يا فاتن الحقي، التعب قال. شفت الناس الكسلانة؟ هو انت يعني عشان صايم يوم فاكر ان انت كده لازم تنام في السرير؟ مين اللي قال كده؟ الصيام نشاط، الصيام ما يمنعكش ان انت تعمل شغلك. عندك حق والله يا منى، انا ما اعرفش الناس دي بتجيب الكسل ده كله منين. هو انت عشان صايم يعني ما تعملش شغلك؟ ده انا مثلا اهو بعد السحور يا دوب نمت ساعتين وقمت جري عشان اشوف اللي ورايا. امال ايه؟ هو احنا هنضيع طول اليوم في النوم زيك؟ ايوه طبعا ننام، امال نعمل ايه علشان اليوم يعدي وما نحسش بالجوع ولا بالعطش؟ انتوا ازاي كده؟ انا هروح اجري انام. استنى بس، استنى، عندك تنام ايه؟ اقول لك على حاجة، احنا لسه ما كملناش شغل اليوم اصلا، ده اليوم لسه طويل وناقص على المغرب 5 ساعات بحالهم نكون عملنا حاجات كتير قوي. ايه رأيك تيجي معانا وتشوف احنا بنعمل ايه؟ هتتبسط معانا وهتحس ان انت نشيط. لا، نشيط ايه؟ انا هروح انام. خليكوا انتوا كده زي ما انتوا، انا هروح انام وبعد الفطار بقى نبقى نتقابل. مسكين والله يا منى، ده صعب عليا، ده بيضيع طول اليوم في النوم، بيضيع وقته خالص. لا الحمد لله ان احنا نشطاء كده بالشكل ده. يلا بقى لحسن زمان بابا دلوقتي مستنينا في الغيط بفارغ الصبر. يلا بينا يا فاتن. يا خبر ابيض، الحقي شوفي مين اللي جاي هناك ده. ايه يا بنات اتأخرتوا كده ليه؟ الدنيا بقت الظهر وانتوا لسه جايين دلوقتي، اتأخرتوا قوي. يا خبر ابيض، معلش والله يا بابا، احنا ما كناش نوصل متأخر عليك، بس انت عارف بقى شغل البيت ما بيخلصش. على بال ما خلصنا شغل البيت وجينا لك لقيناك انت هو راجع. طيب وبعدين بقى احنا نعمل ايه دلوقتي؟ ولا بعدين ولا قبلين يا بنات، اصلا الشغل ما خلصش، هو في شغل بيخلص؟ انا بس قلت اروح اريح شوية في البيت وارجع اكمل لحد الفطار. روحوا انتوا بقى استلموا مكاني لحد ما اريح شوية واجيلكوا. بقول لكم ايه، شوفوا المطلوب في الغيط واعملوه لحد ما اجي. حاضر يا بابا. وعدى اليوم يا أصحابي، ما بين البنات يلعبوا شوية ويرتاحوا شوية لحد ما جه أذان المغرب، وروحوا كلهم مع باباهم البيت عشان ياخدوا الفطور بتاعهم.
كان يوم جميل بشكل يا فاتن. اتبسطنا واشتغلنا ودلوقتي بقى وقت اللعب. جبنا الفوانيس بتاعتنا وهنلعب بيها شوية. يا خبر ابيض عليكم، هو انتوا لسه عندكم طاقة تاني تلعبوا بعد كل اليوم الشقة والتعب ده انا فطرت وحاسس ان انا عاوز اروح انام تاني من كتر التعب بس علشان فطرت. يا نهاري عليكم، ايه ده؟ انتوا ازاي كده؟ احنا اللي ازاي كده؟ انت اللي ازاي كده؟ على طول تعبان وعلى طول مكشر وعلى طول عاوز تنام. يا ابني رمضان مش كده خالص. رمضان صيام وعمل وعبادة، مش بس نوم. انت ازاي هيضيع على نفسك الشهر كده؟ روح هات الفانوس بتاعك وتعالى العب معانا، ما تبقاش كده كسلان. تصدقوا انتم عندكم حق، انا لما بشوفكم كده بحس ان انا كسلان جدا جدا جدا. لا لا لا، انا لازم اغير حياتي دي ولازم استمتع برمضان زيكم كده بالظبط. انا هروح جري اجيب الفانوس بتاعي واجي العب معاكم. استنوا هنا، اوعوا تروحوا لاي مكان. لا مستنيينك، روح بسرعة وتعالى، احنا اهو موجودين. يا سلام يا بنات، تصدقوا انا ما كنتش شايف الموضوع بالشكل اللي انتوا خليتوني اشوفه بيه ده. انا كنت فاكر ان انا لازم انام طول النهار علشان ما اتعبش، لكن لقيت ان الموضوع مش متعب ولا حاجة لو انا شغلت وقتي بحاجات مفيدة زيكم. اشتغل شوية واصوم واعمل العبادات والعب شوية، كده كده الوقت هيعدي، فاخليه يعدي وانا مستفاد منه احسن ما يضيع مني وانا ما بعملش فيه حاجة. بالظبط كده، الكسل هيجيب كسل والشغل هيجيب شغل والنشاط هيجيب نشاط. يلا نلعب ونقعد نغني ونقول وهوي يا وهوي إليها رحت يا شعبان إليها جيت يا رمضان وهوي يا وهوي. الله يا بنات، الله انا مبسوط قوي وقضيت معاكم وقت جميل جدا. كتر خيركم يا بنات، وان شاء الله بكره هغير حياتي تماما. هبتدي اشتغل وابقى فايق كده واخلي الصيام ليه معنى، مش بس نوم كده لحد المغرب وخلاص ونوم كمان بعد المغرب. ده انا كنت مضيع وقتي يا بنات. احنا مبسوطين كمان ان انت اتبسطت معانا، ومبسوطين ان انت غيرت فكرتك، وان انت بعد كده هتبتدي تستفاد بالوقت بتاعك وما تضيعهوش في النوم وحاجات تافهة كتير مش هتفيدك خالص. لكن لما تشتغل وتصوم وتعمل العبادات بتاعتك وتلعب كمان شوية كده هتستمتع وتبقى مبسوط دايما. عندك حق يا صديقتي. بكرة ان شاء الله نتقابل وهجيب الفانوس بتاعي ونلعب مع بعض تاني يوم ان شاء الله. استنوني يا بنات، تصبحوا على خير دلوقتي واشوفكم بكرة ان شاء الله.